يا رب بقى ما تتاخرش عليا زي كل يوم. حرامي حرامي. والله ما هسيبك يا حراميه. هي راحت فين؟ ايوه يا بنتي، جبت 80,000 كلهم. بس كانوا صعبين قوي. رحت سحبتهم من البنك والفيزا كانت معلقه في الاول فمعرفتش اسحبهم من بدري. طيب انجزي بقى، انا مستنياكي عند العربيه. طيب ماشي، متأخريش بقى عليا يا حبيبه. سلام. ايه ده؟ الفلوس راحت فين؟ انا كنت لسه حطاها هنا. يا حراميه الفلوس. يا ترى راحت فين؟ ما حطيتهاش في العربيه من جوه؟ انا متاكده انا كنت حطاها هنا. هتكون راحت فين؟ الحقني يا بابا، الحقني يا بابا. ايه يا بنتي؟ انا اتسرقت. سرقت ازاي يعني؟ ايوه يا بابا، كنت طالعه من البيت والشنطه اتاخدت مني وقعدت اجري ورا الحراميه دي وما لحقتهاش. فص ملح وداب. انا قايل لك 100,000 مره خلي بالك يا ليلى، لا اله الا الله. طب انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. الحقني يا بابا بسرعه. فين الثانيه؟ الفلوس يا بابا، انت خليتني اجيبها من عند العربيه. اوعى تقولي لي اتسرقت يا كمان. ايوه يا بابا اتسرقت. كنت بكلم واحده صاحبتي فقمت حطها على شنطه العربيه لقيتها اتسرقت يا بابا. لا ده انا كده حد مستقصدني انا بقى. في ايه؟ يلا معايا بسرعه. ايوه، طب ما انا قلت لماما على الرحله دي. بصي انا مش عارفه هاجي ولا لا، عامه يعني ان شاء الله هتحايل عليها وهاجي. ماشي خلاص ما انا قلت لك ايه ده؟ خدي يا حراميه تعالي هنا. انت عايزه تسرقي الحراميه؟ انت بتهزري ولا انا مش حراميه؟ على فكره انا كنت عماله ادي عليك وانت مش واخده بالك، فكنت عايزه منك دقيقه. والله عايزه دقيقه؟ في حد بياخد من حد دقيقه كده وانت عامله التليفون قوي؟ انت عايزه تهربي تروحي فين؟ انا ههرب ليه يعني؟ انا كنت قصدي يعني اقول لك ان عايزه اخد منك دقيقه وانت مش سامعيني عشان انا مستعجله بس عايزه امشي. عايزه دقيقه؟ هو اللي بياخد الدقيقه بينتش التليفون من على الودان؟ ما كنت عماله اناديك وانت مش سامعاني. والله طرش انا. امسكي الدقيقه بس خليكي هنا جنب ايدي. حاضر. يلا اكتبي الرقم. حاضر. انا نسيته. انت حراميه، نسيتي ايه؟ وقعت التليفون كده، انت ماسكاه كده ليه؟ فهميني بقى ايه اللي حصل هنا بالظبط يعني. بصي يا بابا، انا كنت واقفه هنا وكنت بتكلم بالتليفون وحطيت الفلوس هنا. بابا بعد ما خلصت التليفون ببص ما لقيتش الفلوس جنبيا. طب بالعقل كده في حد يحط 80,000 جنيه على شنطه العربيه ما يتبهلهمش؟ ايه التليفون ده يعني؟ كان مين يعني بيتصل بيكي؟ كانت حبيبه يا بابا. استغفر الله العظيم. هنعمل ايه دلوقتي طيب؟ ايه يا جماعه انتوا بتزعقوا كده ليه؟ بتدوروا على حاجه؟ الاستاذه كنت بعتها تجيب فلوس من العربيه اتسرقت الفلوس 80,000 جنيه. وانا كمان يا حبيبه كنت ماشيه في الطرقه والشنطه اتسرقت مني. انا مش عارف في حد مستقصدني انا بقى ولا ايه في حياتي انا؟ استنى يا عم هاني. وانا كنت ماشيه وقعدت التليفون على ودني اما كنت بكلمك يا رحمه. واحده كانت هتمتشي مني بس لحقته منها على طول وانا عارفه شكلها. طب هي كانت لابسه ايه؟ كانت لابسه بليزر اسود وبنطلون. ايوه بدله سودا. ايوه هي دي اللي سرقت مني الشنطه. هي دي اللي سرقت منك الفلوس. ما خدتش بالي منها يا ليلى. يبقى هي بليزر ايه يا بنت؟ دي بنت ناس بقى. بنت ناس ايه؟ يبقى هي ديت الحراميه اللي سرقت منها كلنا. تعالوا. طب تعالي يلا وريني بسرعه. اهي يا عم هاني. ايوه هي. طب بس بالراحه. خشوا امسكوها في شويه بسرعه. تعالي بقى هنا الحراميه. ايه ده؟ انا مش حراميه. لا انت حراميه. هاتي الفلوس اللي انت سرقتيها والتليفون. بس بالراحه من غير زعيق ومن غير دوشه. سرقت الشنطه بتاعتي ليه؟ استني بس اهدي انت ايه يا بنت اللي انت بتعمليه ده؟ انت من الواضح كده شكلك بنت ناس يعني، مش وش زي اللي بيخليكي تعملي حاجه زي كده. والله يا عم هو ده مرض عندي وانا مش عارفه اتعالج منه. اهلي حاولوا كتير يعالجوني وانا مش عارفه اتعالج منه. طب ما يا بنتي غلط كده، انت بتاذي نفسك وبتاذي غيرك وما تضمنيش الفلوس دي كانت رايحه. دي فلوس اقساط وفلوس بلاوي زرقاء علينا. ليه تعملي حاجه زي كده ومش هتستفادي بيها؟ وشنطه زي دي انت خدتيها انت عارفه فيها ايه؟ ممكن ما يطلعش فيها حاجه اصلا. تحبسي نفسك بالاونطه يعني. لو حد تاني المفروض ياخدك يسلمك دلوقتي. فانت يا بنتي لازم تتعالجي من اللي انت فيه ده. شوفي لك مستشفى، شوفي لك مصحه. ما ينفعش انت بتعملي ده يا بنتي كده. بتاذي نفسك وبتاذي غيرك. حاضر. الحوار ده لو اتكرر تاني في المنطقه هتزعلي مني. انا المره دي مش هتكلم معاك ولا همد ايدي عليك. لا مش هيتكرر تاني. خلاص يا بنتي احنا هنديها فرصه تتعالج بقى ولا تشوفي هتعمل ايه وحلها بعد كده حلال. امسكي يا بنتي شنطتك. طب انت على الفلوس؟ موجوده. ماشي يلا. ربنا يسهلك الحال يا بنتي. شوفي لك شغلانه ولا شوفي لك اي حاجه. انا مش عارف انت بصراحه المنظر ده ما يسرقش يعني. يلا يا بنتي انت وهي يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص بقى. يا رب ابقى الاقي شغل عند الناس ده اهي. هما باين عليهم كده اغنياء قوي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست هاني؟ الحمد لله. مين؟ ما لاقيش عندك شغل. شغل ايه؟ انت طفله صغيره. لا يا ست هاني ده انا لهلوبه. اكنس لك السلالم وامسح لك واعمل لك كل حاجه. بتعملي كل ده وانت صغيره وفي السن ده؟ عادي يعني.
طيب بصي عامة يعني وانا بيت نضيف ما فيهوش اي حاجة، بس في كلب عندي هناك اهو، الكلب ده بتاعي، روحي اكليه وشربيه واهتمي بيه بس. الكلب ده بس؟ اه طبعا، انا بقول لك بيت نضيف، مش بخلي في حاجة عشان حد يعملها لي. خلاص ماشي، ربنا ييسر طريقك يا ست هانم. ربنا يخليكي. ازاي؟ الله ايه الجمال ده، انت كلب حلو كده ليه؟ ده انت باين عليك كيوت وجميل. الله ده انت ريحتك حلوه قوي، ده بيحموك بجونسون. يا اخويا معلش انا بدلك، ما يربونيش انا كده بدلك. ده انت زمانك غني وبتاكل اكل اللي انا ما باكلهوش. تعالى تعالى اما اروح اجيب لك الاكل، يمكن يطلع حلو واكل معاك. يلا تعالى، خلي بالك انا بعرف اهتم بالكلاب. تعالى 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 معايا. ست هانم مفتريه، خليتني افضل اكل في الكلب بتاعها ده هو، وفي الاخر ما ادتنيش فلوس، واكل من الاكل بتاعه واحميه واعمل له كل حاجه كده اهو، وفي الاخر ما تدينيش فلوس. ست هانم مفتريه. في ست هانم هناك تانية اهي، اما اروح اكل لها لو عندك شغل. السلام عليكم يا ست هانم. عليكم السلام. ما لاقيش عندك كده شغل؟ شغل؟ على فكرة انت لسه صغيرة على الشغل والبهدلة. لا عادي، ده انا لهلوبه امسح لك السلم واروج لك واعمل لك كل حاجه. بصراحة انا مستخسرة اشغلك، بس طالما انت مصممة ان انت تشتغلي وكده انا هشغلك عندي. هتشغلي شغلانه ايه؟ بصي انا هخليكي كل يوم الصبح تطلعي تسقي الزرع، بس لو في يوم طلعت ولقيتك مستقيه الزرع انا همشيك ومش هديكي فلوس. ايه انت تعملي زي ست هانم اللي قبلك، خليتني افضل اكل من الاكل الكلب بتاعها واربيها الكلب بتاعها وفي الاخر ما تديش فلوس. انا بقول لك وانا بحذرك. تعالي بقى هوريكي هتعملي ايه. بص جردل الميه اهو، وفي حوض في الدور التاني اللي فوق، هتمليه وبعد كده تنزلي تسقي الزرع كله. بس ده فاضي. ما في حنفيه فوق. ايوه جاي. ماشي، وفي اوضه تحت السينما بنزلي نامي فيها بقى. ماشي. في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش. طب ماشي يلا اطلعي بقى شوفي شغلك. ايه ده؟ طب الحمد لله دول كلوا وشربوا. انا ما اعرفش بقى دول ولا بياكلوا ولا بيشربوا ولا ايه. ايه ده، مين جاي دلوقتي؟ السلام عليكم يا ست هانم. عليكم السلام. انت مين يا حبيبتي؟ بلاش عندك شغل. شغل ايه يا بنتي؟ وبعدين انت لسه صغيره، ما تروحي تلعبي بعيد. لا العب ايه، ده لهلوب اغسل لك وامسح لك واعمل لك كل حاجه. طب وبعدين يعني انا اللي بعمل كل حاجه، انا مش عايزاكي تعملي لي اي حاجه. لا ما انا اريحك اعمل لك انا. طب بصي انا عندي فكره حلوه قوي، انا هخليكي انت اللي تحطي الاكل والشرب للحمام، عشان انا بصراحه بكسل اطلع واحنا في الدور الرابع وكده، فانا مش بقدر بصراحه، وبعدين انا رجلي تعباني. انت تيجي وتحطي الاكل والشرب للحمام وتهتمي بيهم على الاخر، عشان انا بحب الحمام قوي. ماشي سهاني، ما تخافيش، انا اصلا كده كده بحب اربي الحمام. خلاص ماشي، مش عايزه اي غلطه، هسيبك هنا وهنزل، وخلاص تعالي تحت. حاضر. مع السلامه. يا الله الحمام الجميل ده كله حمام، بسم الله ما شاء الله. ما انا كمان يا حبايبي ضحكت عليها وخليتها تسقي الزرع كله ومشيتها وما اديتهاش اي حاجه. باين عليها كده بنت عبيطه، او اللي هي غلبانه قوي على نياتها، اصل انا برضو عملت فيها نفس اللي انت عملتيه، ما اديتهاش اي فلوس خالص. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين، انت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انا يا جماعه جات لي كده طفله طلعت لي فوق عند الحمام وبتقول لي ازيك يا استاذه، وقعدت تتكلم معايا كده، وقلت لها بقى ايه تحط الاكل والشرب للحمام، وانا قلت في خيالي ايه بقى انا هضحك عليها ومش هديها اي فلوس خالص وهمشيها. نفس اللي حصل معانا بالظبط يا ليلى. ايه ده، هي جات لك؟ وجات لي حبيبه كمان. ايه ده، طب دي صدفه حلوه قوي. طب خلاص نمشيها بقى ونخليهاش تيجي البيت هنا تاني. وانتوا اديتوها فلوس ولا لا؟ لا طبعا، انا ضحكت عليها وما اديتهاش فلوس، ورحمه ضحكت عليها، الدور عليكي يبقى تضحكي عليها المره دي. ايوه طبعا، خلاص مش هديها فلوس، نطلعها بقى بره البيت ومش هندخلها البيت تاني. خلاص يا ليلى، اول ما تنزل مشيها على طول. ماشي. ايوه طبعا يا بنتي، مش هديها ولا جنيه، وبعدين اصلا دي باين عليها طفله كده متسوله بتاعت الشوارع وملهاش اهل اصلا. خلاص بقى يا ليلى، لما تنزل واحنا هنروح نقعد انا ورحمه، اول ما تجيلك وتقولك على فلوس قولها الحمام تعب وانت موتيه وامشي من هنا يلا، ومش هديكي فلوس. خلاص ماشي، فكره حلوه قوي. طيب ماشي، يلا يا رحمه احنا بقى نستخدم